مرحبا بكم إلى قناة أخبار شبيبة القبائل. لم يبقى سوى أيام على نهاية الميركاتو. شبيبة القبائل بقيادة الإدارة الجديدة غيرت الفريق بنسبة 80% من أجل عودة الكناري إلى سكة التتويجات والأفراح والزمن الجميل. أين كان الفريق يحصد الأخضر واليابس؟ أين نحن الآن؟ بدون شركة وطنية استطاع فريق شبيبة القبائل الزعيم أن يبصم اسمه محليا وقاريا. أين نحن اليوم من هذا؟ طبعا نريد عودة الزعيم إلى الألقاب والتتويجات، لكن هذا لن يكون إلا بالعمل الجاد والاستمرارية. فريق شبيبة القبائل بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة لحظة بلحظة جديد الميركاتو، كيف ولا وهو يحتاج إلى لاعب في وسط الميدان لبناء اللعب، ويحتاج إلى ظهير أيسر. كما تعرفون شبيبة القبائل تعاني كثيرا من الجهة اليسرى، لذلك عبد الحق بن شيخة ينتظر من شركة موبيليس ومن الإدارة الحالية جلب لاعبين في هذا المنصب، كيف ولا وشبيبة القبائل تريد العودة هذا العام إلى منصة التتويجات، وعبد الحق بن شيخة يطلب ويلح على هذه الأسماء. الميركاتو خارج الوطن انتهى في 31 أوت من أجل استقدام لاعبين خارج الوطن، لكن هذا لم يكن حتى الآن. ومع أن الأسماء التي تدور حول هذا الميركاتو ليست صحيحة 100%، لكن على أنصار شبيبة القبائل الوقوف وراء الفريق وانتظار نتائج المدرب عبد الحق بن شيخة والإدارة الحالية. بالتوفيق لفريق شبيبة القبائل.